هاي اخباركم ايه؟ معانا النهارده قصه جديده. واحد بيحكي بيقول انا سني 27 سنه، متجوز من ارمله اكبر مني بسنه، وعندها اولاد، وربنا ما اكرمنيش بالخلف لسبب ما لا يعلمه الا الله. وفعلا فرق السن بينا عامل ازمه من حيث التفكير والراحه والتعامل، بالذات ان انا اتجوزتها غصب عن اهلي، واهلي كانوا رافضين، ومع ذلك تحملت نتيجة اختياري وبنيت نفسي الحمد لله ومستور. وبينا مشاكل كتير أنا ومراتي، وبمشي الدنيا لأنها بتصعب عليا ولأني بحبها، رغم إن محطوط في ضغوط أكبر مما تتحمل، بس الحمد لله ما بحاولش أنقص عنها حاجة. والفترة الأخيرة كلامها بقى كله مقارنة، شوف ده بيعمل ازاي مع مراته، وفلان بيدلعها ازاي، وفلان بيخرجها، والحمد لله بخرجهم وبعمل اللي اقدر عليه. بس المشكلة مش هنا. المشكلة دلوقتي اللي انا قابلت بنوتة زي القمر، بس سنها صغير، عندها 19 سنة، واتعلقت بها جدا، وهي كمان متعلقة بيا بشكل يخض، رغم اني فهمتها ظروفي، وانا مسؤول عن 5 اولاد وزوج، وحياتي مكعبلة اصلا، وفهمتها ان عندي مشكلة في الخلف، وهي لسه صغيرة، وممكن تشوف حد تاني ايه متميز، يعني حد تاني ايه تتجوزه يعني. وانا صعبان عليا اقفل معاها كلام خالص، وبقيت ضيعت حد من ايدي ممكن ما قابلوش تاني، او يقابلني في وضع ده، خصوصا اني مش ينفع اسيب مراتي عشان ملهاش غير ربنا، وانا معتمدة عليا كمصدر اساسي. وانا حاليا محتار اسمع كلام قلبي والبنت، ولا اروح اتقدم لها حلال طبعا، واحاول اعيش الحلو اللي نفسي اعيشه مع مراعاة يعدل بين الاتنين. يعني هو يروح يتقدم لاهلها ويتجوزها ويبقى متجوز 2. وانا والله مش بعرف اظلم حد ولا العب بمشاعر حد، الا ما كنتش هبقى زماني محتفظ بزوجتي اللي انا اقل منها في السن، وكمان مش مرتاح معاها وشايل مسؤولية اولادها. ملحوظة اللي انا الحمد لله بر باهلي ومش زعلانين مني، ونفسهم يجوزوني تاني لانهم مش مقتنعين بالجواز الاولاني رغم السنين دي. فهو بقى عاوز حل. بص حضرتك، هي دي بنت مراهقة صغيرة عندها 19 سنة، وهي أول ما تكبر وتفوق وتشوف تصرفاتك ووجه المقارنة بينكم، هي هترجع مش هتكمل معاك، مش هتبقى عاوزة تكمل، هي منبهرة بالصورة اللي انت عطاها لها مش اكتر. هو انت